في الفيديو ده هقولك على شوية حاجات ما تعملهمش في حق نفسك عشان بيقللوا من قيمتك كراجل. اول حاجة، ما تحاولش تقلل من نفسك او تتريق على عيوبك او تعمل اي حاجة عشان تضحك الناس اللي قدامك. هم هيضحكوا بشكل مبدئي، بس صدقني دي حاجات بتقلل من قيمتك مع الوقت، وهتيجي بعدين تقول يا ريتني ما عملت كده. فما تعملهاش من البداية، لان في الاول وفي الاخر انت بني ادم، انت مش اراجوز عشان تضحك الناس معاك. لو عايز تضحكهم ضحكهم في حاجة تانية، ابعد عن نفسك، ولا تضحكهم بنكتة ولا اي حاجة. احكي لهم مثلا نكتة بعيدة عنك، ده انا شفت حصل موقف كده، احكي اي حاجة ملهاش علاقة بيك. تمام؟ ما تحاولش تقلل من نفسك عشان تضحك حد. تاني حاجة وهي العلامات الحمراء. في كتير مننا بيظهر له علامات بس احنا بنتخطاها او نقول ايه اكيد حصلت صدفة، اكيد ما كانش يقصد. على فكرة الكلام ده على الرجالة والبنات وفي الشغل وفي الدراسة وفي كل حاجة. في علامات بتظهر لك بتقول لك خلي بالك، بس احنا لما بنضغط عنها مرة مع التانية مع التالتة بيظهر حاجات اكبر، واللي قدامك بيتمادى في الموضوع. مش قصة اختبارات بقى وكده، لا، هو لما بيلاقيك سايبه فايه بيتمادى اكتر وبيظهر لك علامات اكتر، وفي الاخر برضه هتبعد، يا اما الموضوع هيجي عليك انت في الاخر. فخلي بالك لان الموضوع ده هيضرك انت بعدين. ده غير ان الحاجات دي بتأذيك انت في عقلك اللاواعي، انت ما بتبقاش حاسس بده بس انت مش مبسوط. اكيد محدش مبسوط مثلا لما يلاقي البنت اللي معاه او الراجل او الشغل او صاحبه او اي حاجه بيعمل معاه حاجه وحشه. ده طبيعي انك هتتضايق، فيا اما تحط حدود يا اما في الاخر تبعد، لان انت لو ما بعدتش من اول مره او ما حطيتش حدود من اول مره هتضطر تعمل كده بعدين. فاختصر وقتك. تالت حاجة وهي انك تكون لوحدك افضل ما تتجوز جوازة مش افضل حاجة، لان كده كده هينتهي بيك الامر يا حاجة من الاتنين، يا هتخسر نفسك وكرامتك يا اما هتطلقها. انا ما بقولكش ما تتجوزش، لكن انت تعمل ايه؟ تصبر على نفسك، تستنى تشوف واحدة كويسة هتتجوز عندك 25 30 35 40، حياتك مناسبة، احسن ما تاخد جوازة مش افضل حاجة. طبعا انا بتكلم عن العلاقة الحلال، ماليش دعوة بحاجة تانية، لان حرفيا جوازة واحدة ممكن تدمر لك حياتك. فانت يعني ما تستعجلش. مش بقولك ما تدورش، مش بقولك ما تحطش الموضوع في دماغك، حتى لو انت 20 سنة عادي. حاول على قد ما تقدر تبعد عن الواحدة اللي مش كويسة عشان دي هتاخدك في طريق مش حلو. حاجة الخامسة انك ما تحطش اولوية لحد على حساب اهدافك. الكلام ده ينطبق على الرجالة والستات واي حاجة تانية على فكرة، حتى رفاهياتك. مش بقولك ما تدهمش اولويات، لا، اتعامل معاهم وميزهم وتعامل بشكل طبيعي، لكن اهدافك، شغلك، صحتك، ربنا، علاقتك باهلك، دول قبل اي حاجة، ما فيهمش نقاش. بعد كده نبتدي نشوف بقى اصحابي، مثلا البنت اللي معايا، رفاهياتي، وهكذا، عشان الموضوع ما يقلبش ضدك انت بعدين. سادس حاجة وهي انك ما تديش حد فرصة تانية بعد الخيانة. لو لقيت حد بيتكلم عليك من ورا ظهرك، لقيت البنت اللي معاك خانتك، اي حاجة عموما، الموضوع مش على بنات ولا رجالة بس، الخيانة ما فيهاش مسامحة. ما تديش فرصة تانية. لو عمل معاك مشكلة، حسيته بيتلكك، دي ممكن تديله فرصة تانية بعد طبعا ما تأدبه وتظبطه بالطريقة طبعا. انما الخيانة ملهاش فرص تانية. انت لو اتعاملت مع حد بعد ما خانك او اتكلم عليك من ورا ظهرك او هيرجع يعملها تاني. هي مسألة وقت، وصدقني هو مش بيبقى شايفك راجل، بيبقى شايفك حاجة تانية. الحاجة السابعة انك ما تبنيش خططك واهدافك وطموحك بناء على كلام حد تاني. خطيبتك، صاحبك، اسف في الكلمة، حتى والدك، كله. خططك نابعة منك انت. هل الحد ده عنده خبرة في الحاجة دي؟ يعني خلينا نقول انا دلوقتي عايز اشتغل في العقارات، هنفترض هاخد خطة من حد. هل الحد ده فاهم؟ قصة انه يتمنى لي الخير او الشر ده قصة تانية، انا بتكلم في المبدأ نفسه. هل الشخص ده مؤهل ان هو يديك خطة لحياتك؟ في الغالب لا. بما ان في الغالب اللي قدامك ما عندوش خبرة في الحاجة دي، فانت خدها انت بنفسك. حتى لو فشلت لا قدر الله، بعد الشر ربنا ما يجيب فشل لحد، ان انت تبقى انت اللي شايل القرار بنفسك. لو عايز تاخد استشارة من حد مفيش اي مشكلة، ممكن يلفت نظرك لحاجة مفيش اي مشكلة، انما قراراتك بناء على شخصيتك انت. الحاجة التامنة ودي الاخيرة بقى، انك ما تكونش زنان، ما تكونش ملح، ما تقعدش ترغي كتير، ما تقعدش تطلب الحاجة كذا مرة. صدقني الحاجة المفرطة او انك انت تطلب الطلب كتير، سيبك من ان هو كده كده بيقلل من قيمتك انت كراجل، بس اللي قدامك بينفر منك. مفيش حد بيحب حد يزن عليه. تخيل انت كده قاعد، قلت لك بقول لك ايه، تعال انزل معايا، قلت لي لا. جيت تاني يوم قلت لك انزل معايا، قلت لي لا. تالت يوم نفس القصة. بعيدا عن ان انت بتشوفني واحد قليل، هل انت ما بتتخنقش
اكيد بتتخنق. اصل مفيش حد هيحب حاجه زي دي. نفس الكلام ليك، لو رنيت على حد مره مرتين تلاتة ما ردش، خلاص هي مره. انا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده تقريبا، انك ما ترنش على حد اكتر من مره، ما تبعتش لحد اكتر من مره. لو رساله او حاجه مثلا عاديه وهو ما خدش باله ماشي، ممكن تعدي مع ناس معينه تمام، انما مع البنت تحديدا لا، لان انت بتخليه يتخنق منك، وغير كده بتقلل من نفسك، فدي حاجه مش حلوه يعني. الحاجه التاسعه وهي انك كل ما انت عندك حريه الاختيار، حريه انك تسيب اللي قدامك، حريه انك انت مش فارق معاك حد، كل ما نسبه ان هو يقعد معاك هتبقى اكتر. والكلام ده ينطبق على الشغل، على اصحابك، على البنات، على اي حاجه تمام. مش بقولك روح قول له انت مالكش لازمه عندي، لا، ما مش بكده برضو، لكن بالطريقه توضح له انك عندك بديل، بالطريقه تبين له انك والله لو ما احترمتنيش السلام عليكم، ما مش عامل لك اكتر من كده، ولا تقعد تتحاور معاه ولا اي حاجه. خصوصا البنات اول ما يعرفوا انك انت عندك خيارات تانية، والله حتى الولاد، ودي لاحظتها كتير فيهم، انك لو عندك صحاب تانية في اي لحظة هيعملوا معاك حاجة وحشة هتخلع منهم، هيحترموك. وجرب الطريقة دي وهتلاقيها نفعت معاك على اي حد، شغل، صحاب، بنات. واستنوني في فيديوهات جاية يا رجالة.